والفيديو ده للكبار فقط عشان ما حدش عيل يخش يقول لي انت بتقول ايه ولا ايه الحاجات اللي انت بتقولها دي. للكبار فقط وللرجاله بس، مش عايزين بضان عشان انا مبطول لوحدي. الفيديو للرجاله مكتوب للرجاله بس، وبتاع بالطول بتاعك، مفيش ستات عندها حناكش على الدغري. بص يا سيدي، زي ما انت شفت في اعلان الفيديو كده، وما تضحكش، انا هديك معلومات، المعلومات دي بفلوس، وخد المعلومه مني ثقه، انا ما بهبطش ما بحورش عليك، انا بديك المعلومه اللي انا جربتها وعارفها وفاهمها مليون في المية. المهم يعني حتى راجع في ورا الفيديوهات لقيت حاجه غلط اراهنك واطلع اعتذر لو لقيت حاجه غلط. المهم يعني اكتر حاجه بتشغل الشباب هو طول العضو الذكري. هتلاقي بقى الدكاتره بطريقتهم الممله يقول لك ايه، بص انت لو 7 سم انت كده زي الفل، مش محتاج اكتر من حاجه. 7 سم دي يعني بجد والله 7 سم دي انت بتكارك في مكانك. يعني انت تخيل شفت الارنب بيكارك ازاي او بيتجوز ازاي، انت تبقى عامل زي الارنب بالظبط. يعني اللي يقول لك ده 7 سم، يعني ده كده 7 سم. استنى والله 7 سم، استنى والله 7 سم اهو. تخيل بتاعك 7 سم. يعني عارف انت اللي هو ايه، انت مش هتلحق تجارك. يعني تخيل مثلا متجوز على تخينه، ما انت مفيش مكان اصلا. فانا خليني اقول لك على حاجه هتطول لك العضو الذكري 2 سم، وده بجد والله. مش وعملي، مش هتاخد حاجه ولا الجو ده. بس خليني اشرح لك الاول ايه يعني المعدل الطبيعي للاعضاء الذكريه، والطرق الموجوده للعمليات او الحاجات اللي بتتاخد ايه هي، واقول لك على اخر حاجه، يعني اخر فصل في الفيديو هيبقى اللي هو ايه الطريقه ازاي. يعني اول حاجه طول العضو الذكري بيفرق ولا ما بيفرقش؟ بيفرق مع الستات والستات لا، عشان برضه نبقى منطقيين. جو بقى لا ما بيفرقش ومش بالطول بالمفعول، بيفرق مع ستات وستات حسب حجم الحوض. بس اللي بيفرق اكتر هو بيسموه السمك او العرض، يعني اللي هو من الاخر كده. يعني بص، يعني لو افترضنا يعني مثلا 10 12 سم ده كده كويس تمام، فيما فوق طبعا. يعني اللي هو العرض ده، بص يا سيدي، هتجيب ورقه او حته حبل وتخلي العضو منتصب على الاخر وتلف عليه وتقيسها. دي في الغالب هتبقى 12 14 سم. ما تستغربش، لا انت هتقيسها هتلاقي كده فعلا. فدي اللي بتفرق مع الست جدا، لانه العمق العرض هو اللي بيفرق مع الست، هو اللي بيفرق معاها في الجي سبوت وكده، من الاخر في اللذه يعني. الطول اللي هو بغباء مش مستحب، لان مش كل الستات ينفع بيه، من الاخر عايز يبقى مستار يعني. طبعا انت لو بتاعك 20 سم او فيما فوق ما تدفعش على الفيديو ده، الله يكرمك، انت كده تروح تقدم في برازر عشان انت كده بتستهبل، يعني عايز تزود 2 سم ليه كمان. فاقفل الفيديو هعرفك. بالنسبه لطول الاعضاء الذكريه، بص احنا كعرب يعني الطول بتاعنا الدارج من 12 ل 18 سم. الافارقه سيبك من الافارقه عشان دول ناس مش طبيعيه، الاسيويين وكده دول يعني اقصر اعضاء ذكريه، هتلاقيهم بتاعهم 7 سم 8 سم و5 سم وحاجات كده غريبه. حتى مش هتلاقي عندهم الطفره بتاعت انه يبقى في حد طويل جدا. الهند اطوالهم حلوه، يعني اطوالهم 16 و17 و18. الافارقه بهايم ناس مش طبيعيه مركبين ماسوره، فاهم؟ ما تفهم يعني، هو جيناتهم كده، يعني دي جيناتهم. محدش حاجه ليه يقول لك ده مركب ده عامل ده مسوي، ما تشتغلات، هي دي جيناتهم، هي سبحان الله هي جيناتهم كده. فهتلاقي عندهم اعضاء، يعني في ناس حرفيا عندهم 30 سم واكتر من 30 سم، في ناس مش طبيعيه. فده بالنسبه لايه الافارقه. والعرب احنا والسويين بقى اوروبا. بص اوروبا واحنا في الاطوال اللي هي الايه الطبيعيه. فهكلمكم برضه فيديو تاني على افلام الجنسيه، الحاجات اللي فيها طبيعيه ولا لا، بس ده عايز فيديو تاني لوحده. ده كده احنا اتكلمنا اول حاجه عن الاطوال الطبيعيه. هكلمك بقى عن ايه الحاجات اللي بتتاخد، يعني اللي بتتقال لك عشان تزود لك طول، عباره بقى عن برشام او حاجات بتعملها والكلام ده كله. هفنطها لك واحده واحده. اول حاجه مفيش برشام بيطول، يعني باخدها قاعده كده، مفيش حاجه بتتاخد في البق كده تطول لك بتاعك على الدغري مهما بقى كانت اشتغالات او غيره، مفيش منه الكلام ده. دي اول نقطه. تاني نقطه، في جهاز اسمه بامب. الجهاز ده بيبقى عباره عن، هحط لك صورته، بيبقى عباره عن زي بلاستيكه كده، بلاستيكه كده وفيها سيليكون في الاخر، حته سيليكون في الاخر بتحطها في العضو الذكري، وفيها زي منفاخ كده، ده بتضغط الهواء فيه، وفي واحده بتعبى ميه وفي واحده ما بتعباش ميه.
تقعد تضغط الهواء فيه، تحبس الهواء فيه لحد ما ينتصب على الاخر. تمام. هما بيضحكوا عليك ويقول لك ان ده بتاع تكبير القضيب، بس هو مش بتاع تكبير القضيب، ده بتاع ايه؟ الجهاز ده بتاع ضغط الدم، عشان لو الناس عندها انتصاب ضعيف فهو لما بيحطها وبيضغط الهواء، حته السيليكون اللي بره دي بيفكها ويقوم زانق بيها الدم على العضو بتاعه. من الاخر تقعد شغال زي ما انت عايز، وبعد ما تخلص بتفك حته السيليكون دي. يعني هي عامله زي ايه؟ حبس دم. تمام. بتخلي انتصابك قوي، لكن هي ما بتكبرش، هي بس بتدي ضغط الدم اكتر، فانت بيديك ايحاء ان هو اكبر، بس هي ما بتكبرش. تالت حاجه بقى، في عمليات بتتعمل تطور القضيب؟ لا. العمليه الوحيده اللي بتتعمل هي عند اسفل البطن كده، يعني اول حته في القضيب بيقطعوا حته، وبيقطعوا من جوه العصب بص احنا مش هنتكسف، يعني مش انت بتاعك لما بيجي واقف يبقى واقف لفوق كده او واقف منتصب كده، هو من الاخر بيقطع لك الحته اللي ماسكه الحته دي، من الاخر بتاعك يبقى مدلل بس واقف. فدي بتديك مثلا 2 سم، اللي هو من الاخر الشده اللي مشدوده جوه في البطن دي اللي بتزودها لك. انا ما انصحش بيها. تمام. يعني بلاش منها يعني. في حاجه ثانيه بقى هم بيعملوها، في ناس غبيه حقنت سيليكون، يعني حقنت في القضيب سيليكون، باعتبار ان هو مثلا زي البنات لما بيعملوا في صدرهم سيليكون وجسمهم سيليكون فبينفع معاهم. في ناس فكرت انها تعمل سيليكون، فالسيليكون بوظه. يعني في واحد معروف جدا مشهور، ده عنده اكبر عضو ذكي، مش كوبر اللي هو حاجه حلوه، لا ده منفوخ كده، يعني ده بجد منفوخ كده وخصتين قد كده، باظ يعني. ده بسبب انه حقنه سيليكون، فما انصحش طبعا بيه. في ناس بقى بتعمل حركه تانية، في ناس مثلا بيبقى عندها الراس حجمها صغير، فبيعمل ايه؟ بيحقنها فيلر. عارف الفيلر بتاع البنات اللي هم بيحقنوه في وشهم والكلام ده؟ هم بيحقنوا الراس بيه، بس الفيلر بعد فتره بيروح، فانت لازم كل كام شهر بتروح تحقن فيلر دي. بس يعني ده لو بتاعك مثلا رفيع او اللي هو ايه الراس صغيره او الكلام ده كله. انا ما بحبش الحاجات دي بصراحه. فالمهم يعني ايه، خدها قاعده كده، ولا جهاز بامبي بيطول هو بتاع ضغط ده، ولا برشام بيتاخد يطول، مفيش الكلام ده كله، ولا الجيم بيكبر، عشان برضه نبقى احنا متفقين. الجيم ملوش علاقه بالعضو الذكري بتاتا، ولا اي حاجه بياخدوها بتزود فيه، ولا الهرمونات اللي بياخدوها بتزود فيه. كل اللي بياخدوه هرمون التستوستيرون بيزود عندهم القوه الجنسيه لفتره اللي هو ياخدوا فيها الهرمون، وبعد كده بيبقى بطه بلدي، عشان نبقى احنا برضه ايه متفقين. الطريقه بقى اللي هقولها لك دي والله يا ابني اعملها، ولو ما جابتش معاك نتيجه حق، يعني اقسم بالله انا ما بحلف كده. يعني هي الطريقه دي هتطول لك 2 سم يعني في رينج 2 سم. تمام. كل اللي هتعمله ايه بقى؟ طبعا مش هشرح لكم على بتاعي يعني اكيد. بص يا سيدي، زيت جوز هند، زيت جونسون بتاع الاطفال، زيت، احنا عايزين زيت، ركز، زيت، اي حاجه تانية لا، زيت. وبتاعك مرخي، يعني بتاعك مش منتصب خالص. هتقوم دي الحته اللي عند البطن، تمام، دي كده البطن، وده كده هو مرتخي، هتحط عليه زيت، وادي بايدك اهي. تمام. انت هنا دي ماسك الخصيتين وماسك اخر البطن شايلتها لورا. تمام. انا حطيت الزيت على العضو وهو مرتخي، ركز هو مرتخي. هتقوم بايدك كده، ما تخافش، ما تخافش، تحط ايدك كده وتشد بالراحه بقى، يعني تشد ايه تدريج بالراحه، وتقوم ايه لحد الاخر، وتقوم سايب، تقوم عاملها، اعملها مثلا بتاع 30 مره كده، بس بالراحه، يعني مش تشد جامد، مش يعني شد عادي ما تخافش، والله مش هتتشال معاك يعني، بس يعني كده ببطء، فاهم، لبره. تمام. مره اعملها بقى كده، مره بالجنب ومره كده، دي تمارين، يعني دي تمارين. هفهمها لك ازاي الحركه دي. مش انت مثلا بتروح الجيم، اول ما بتيجي تلعب وكده بتبتدي عروقك تنفر وعضلات تكبر والكلام ده كله، هي نفس القصه. القضيب عضله، مش عظم او غضاريف، بيتملي ضغط دم في الجوف بتاعته، دي كل مهمته. فانت يعني انت الحركه بتعملها دي بيبقى في معدل كده من الاخر. بص يعني طول ما انت بتستخدمه مع عشرات بقى بنام مع ستات،
العضو بياخد الوضع بتاعه الطبيعي. لكن طول ما انت ما بتستخدموش، ولا بقى بتعمل عاده سريه، ولا بتضرب 10، ولا بتنام مع ستات، ورميه كده لحاله، صباح الفل هينكمش، فاهم؟ بيبقى سلحفاه. فالطريقه اللي بقولك عليها دي استمر عليها مثلا شهر ولا حاجه، ولا كام شهر، وقشطه بطلها، مش حوار. بس الطريقه دي هتجيب معاك كتير جدا، وما تخافش على العضو الذكري، وركز وانت بتعمل. لو جه انتصب معاك سيبه لحد ما يهدى خالص، بعد كده يرجع يعمل تاني. جه انتصب معاك، مش تروح تضرب 10 يعني، لا، سيبه ينام تاني، واعملها ايه تاني. طول ما انت قاعد بس اعمل له مساج. مش انا عملت لكم فيديو على المساج بتاع الشعر؟ هو نفسك. بص، اي حاجه في الدنيا مساج. عضله بتوجعك مساج، دماغك فيها صدع وراثي مساج، عايز تطول بتاعك اعمل له مساج، عايز ترتاح نفسيا خلي واحد تعمل لك مساج. الله جمدان ده. بس ده فيديو النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي. متنساش تعمل لايك، سبسكرايب، تكتب كومنت حلو، عشان انت كده بتدعمني، عشان كده انا بقدم في مالطا، عشان كده انا بهري في الفاضي. فنشوف بعضينا، عشان كده احنا بنتفشخ. واشوفكم الفيديو الجاي.